السلام عليكم ومرحبا بكم مع قناة عالم جزائرية مغتربة في إيطاليا. إن شاء الله قاعد تكونوا بخير وأنتم تشوفوا في هذا الفيديو. اليوم خرجتكم معايا، أنا رايحين الأوروسبين. نشوفوا وش الأوفيرتات اللي راهم حاطينها. هنايا قبل ما نوصل الأوروسبين لازم نفوت على الباركو، وراكم عارفين البنات ما بغاوش يمشوا لي بلا ما يدخلوا الباركو، ما فيه حتى حد، خاوي، وهما قالوا لك لا لازم ندخلوا نشوفوا يبغوا اللعب. هاني دخلتهم باش يلعبوا وديتهم بالبكا. كما راكم تشوفوا راه خاوي، هذا ما كانش قبل الكورونا، ما كانش يخوى بالناس، كان ديما معمر. الكورونا من الكورونا وقاعد تبدلت الحاله. غادي نديكم معايا الاوروسبين، ان شاء الله تعجبكم الجوله. كما هنايا دخلنا دخلنا الاوروسبين. كاين هادو السيرفيس تاع الطباسه، فيه 18 طبسي. كاين هادوك جايين تاع السلطه، وكاين هادوك كيما حنا نقولوا تاع الزيتون، وكاين ديك الغرفيه هذه فريتاز. شوفوا كي شابه، دير 23 اورو. كاين هذا الطاجين تاني عجبني بزاف، تنجمي هذا طيبي فيه. كاين هادو البانينوز ثاني، هذه شابه، عدير 17 اورو. كاينين هادو الاخرين تاع الخدامه. كاين هادو تاني، هادو الفناجيل بهم البليطاس تاعهم. وكاين حتى المقالي، بلاوات، جايبين الفناجيل هادوك، هادوك لي شوب شابين بالبزاف. كاين بزاف صوالح شابين. كاينين هادو تاني، هادو تاع الزيتون والفرماج، وهذوك نحطوهم الصباح مع الفطور الصباح. كاين هذوك لي بورطمونجي تاني تحمي فيها. كاين هذا الميكسر. كاين هذو القرع يدير فيهم زيت الزيتون وهذوك الصوالح. كاين هذو الكيسان تاع ولاد صغار تاني 3 اورو. انا هذا اللي عجبني، يدير ب 30 اورو، فيه 18 بياسه، شباب بالبزاف. وهذه تاني شابه تاع البيتزا، بلاوه تاع البيتزا، فيهم 4 تاع البلاوات، ديري وحده في وحده وتدخليها ديريكت للفور. فيه صوالح بزاف شابين. وهنايا غادي نشارك معكم الصابلي تاع الماء اللي الوصفه معتمده يديروها في المحلات بزاف، بلا بيض بلا نشاء بلا مايزينا. ان شاء الله تجربوه ويعجبكم. هنايا عندي كاس مارغرين، وكاس كاس سكر، وكاس زيت، وكاس الماء، وعندي العطر، وعندي وحده خماره حلويات وزن 8 غرام، وعندي هنايا العطر، وعندي الفاني. غادي ندير المكونات كاع، المارغرين مع السكر مع الفاني، ونمزج هذوك المكونات بلا باطير لا والو، غير بيدي باش هذيك بالحراره تاع يدي يذوب هذاك السكر. ومن الاحسن ديروا السكر رطب هكا باش يجي الكاطو تاعكم شباب. انا يعجبني نديره حتى في الشكل تاعه في المذاق ما يجيش قاصح، ولا ما تخافوش منه ما يجيش قاصح، ويجي بزاف شباب واقتصادي. وتاني الحاجه اللي تعجبني فيه انه يقطع بزاف، على بالي بلي نتوما تاني اي مره تبغي وصفه تقطع لها بزاف باش ما تضلش تتعب. هنا كما راكم تشوفوا بالحراره تاع يدي غادي نمزج هذو كاع المكونات. زدت الزيت تدريجيا كما كنتو تشوفوا فيا، وغادي نزيد الكاس تاع الماء، وبطبيعه الحال من بعد نزيد الفرينه.
هنا غادي نزيد هنايا هذه الكيس تاع الخميرة الحلويات فيه 15 غرام، وانا درت نصه، انا استعملت غير النص تاعه. وهنايا نبدا ندخل في ديك الفرينه غير بشويه. انا نبدا نمزج في دوك المكونات حتى نتحصل على عجينه طريه، ما غادي ما تخلوهاش، ما تيبسوهاش، تخلوها طريه. ها هي العجينه اللي تحصلت عليها كما راكم تشوفوا، هاي طريه ما قصحتهاش. غادي نديرها في الفريجيدير ومن بعد نبدا نجبد غير بشويه، ما نجبدهاش كاع، نجبد غير قيس ما نخدم، والنص الاخر غادي نخليه في الثلاجه، ما غاديش نجبده باش هذاك الزيت ما يبداش يخرج لك من تبديت تبردي فيها مع الحراره تاع المطبخ وكاع شويه يبدا الزيت يغبنك. هنا ما غبنتنيش، خاطر علاه وليت نجبد غير بشويه خليتها في الثلاجه ونجبد غير بشويه ونطبع. كما راكم تشوفوا هنا بسطتها فوق ورق الزبده، ولا ديروا بلاستيك ولا اي حاجه باش تعاونك، هذاك يعاونك كي تبدي تحلي في العجينه يعاونك، وثاني ملي تبدي ترفديها ثاني يعاونك. هنا طبعت هادوك، وهنايا ما عنديش انا هذاك الطابع اللي محلول في الوسط. درت هذاك البوشون ولا كيفاش يقولوا، كما راكم تشوفوا هنايا حليتها في الوسط. وهنا باش ما نغلطش درت 5 في 5 هكا، واحد كل حبه محلوله وتقابلها واحده مبلعه. ودرت ثاني تاع الهلال كما راكم تشوفوا، ها هو الشكل تاع النهائي، ما خسرش وجا شباب، جا محافظ على الشكل تاعه. وهذه هي الكميه اللي عطاتني كاس زيت وكاس دهان. هنا عندي المربى وعندي الكوكاو، غادي نلصقهم. غادي نجيب هذاك المربى والبانسو وغادي نبدا نلصق فيهم. صدقوني والله العظيم جربوه وردوا لي الخبر، والله يجي بنين. غادي نزيد نلصق هذاك الهلال. وهنايا هنايا انتي تتحكمي في اي طابع عندك، بغيتي تخدمي الشكل خدميه. هنا غادي نزيد ندهن الوجه تاع الحلوى تاعي من الفوق بالمربى، ونديرها في الكوكاو. كي كنت ندير في هذه الحلوى تفكرت عزوجتي الله يرحمها، كانت تبغيها بزاف وكنت نديرها انا وياها. نطلب منكم اللي يبغي عالم جزائريه مغتربه في ايطاليا يطلب لها الرحمه، وطلبوا لها الرحمه، وطلبوا كاع المسلمين الرحمه. ما تعرفوش حنا تاني غدوه نموتوا، ما تعرفوش كاع شكون اللي يطلب لنا الرحمه. الله يرحمها ويرحم ابينا تاني يتيمه، ويرحم كاع موتى المسلمين ان شاء الله. كما راكم تشوفوا هنايا درت هنايا هذاك الكاطو تاع الهلال، درت لها الشيكولا. غادي نخليها تنشف، ومن بعد نزيد الجهه الاخرى ندير فيها المربى ونزيد الكوكاو كما راكم تشوفوا. ها هو الشكل النهائي تاع الكاطو تاعنا، ان شاء الله ينال اعجابكم. وما تنسونيش من الجام والاشتراك، ونقول لكم تبقوا على خير. احبكم في الله، الى الفيديو القادم ان شاء الله.